ابو شيماء اتعور. واذا كانش سليم النظر اللي زي حالاتي يساعد عاجز النظر اللي زيك، ده مؤاخذه يعني، يبقى اقول على الدنيا سلام. واسألي من قلبك واسألي كتير كتير طبعا. اي حاجه بشتريها ملهاش لازمه اصلا. يوه ما نشتريش غيرهم. كتير جدا. لا ما بحبش ارمي فلوسي في الارض كده. ما بحبش اجيب حاجه واقول يمكن في يوم من الايام هحتاجها، هيبقى ليها لازمه بعدين. لا، لو ملهاش لازمه دلوقتي مش هجيبها. اشتريت اكيد بس حاجات قليله قوي. لا لان لما بتكون غاليه بفكر فيها مره واثنين وثلاثه وبعمل استخاره على فكره برضو. بصراحه للاسف، بس هي بتبقى حلوه. حاجات وحاجات. بحس ان انا مبسوطه جدا، حاسه ان الحاجه التافهه دي خلاص خلت يومي احسن يعني. حسيت انها اول حاجه ما تستحقش الاماونت الفلوس ده. ويا ريتني كنت وفرتها، يا ريت كنت عملتها في حاجه اهم. لا ما بندمش على اي حاجه بشتريها، بس بلاقي انها ملهاش لازمه. طبعا ممكن اكون ما بستخدمهاش اصلا، بعد اقول يا ريتني ما جبتها، بس اللي هو ببقى خلاص اللي هو عارفه ان انا اتبسطت في وقتها، فمش يعني مش هبقى متضايقه اللي هو قشطه يعني. اكيد طبعا. بندم كتير يعني. ما ساعات بيبقى زهق، ساعات ممكن تقول من غير تفكير مثلا ولا حاجه تشتريها رغبه. بس ساعات الواحد بيبقى نازل بقى متضايق شويه ف كده يعني. لا وبعدين ايه، ممكن اروح مكان واحس انه ايه، مش هقول هطلع كده ما اجيبش حاجه، بس هي مجرد ان انا حبيت لا معايا فلوس اصرفها فجبت الحاجه دي وغاليه، ندمت بعدها بشويه. بس نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. فكرة انك تشتري حاجة جديدة دي بجد من اكبر متع الحياة. يعني مثلا علبة الموبايل اول ما تفتحها، ولا اول لبسة الجاكيت الجديد، ولا ريحة العربية الفابريكا اول ما تركبها. الحاجات دي اللي بتخلي الدوبامين يضرب في النافوخ. الموضوع ده مش بيدوم اكتر من شهر شهرين مثلا، خصوصا في الحاجات اللي هي بتكون غالية قوي وبيكون ملهاش لازمة قوي، وخلينا نحترمها شوية ونقول عليها رفاهيات. ليه بقى يعني؟ لانك ببساطة بعد ما بتخلص شهر العسل اللي في الاول الجميل ده، دماغك بقى تبدأ تشتغل تاني وتفكر بشكل منطقي، وتبدأ تقول ايه ده، مش كنت انا اولى بالفلوس دي، حرام الفلوس اللي انا رميتها على الارض دي. وعشان نفهم ليه ده بيحصل محتاجين اصلا نفهم ازاي ده بيحصل. مبدئيا اي واحد فينا قبل ما يشتري اي حاجه ملهاش اي لازمه بيمر بمراحل متسلسله. وخلينا ناخد مثال، مثلا شراء تليفون ايفون 17 برو ماكس مثلا. اول مرحله اسمها انا اصلا مش محتاج، وفيها بتكون انت اصلا مش محتاج ولا تغير موبايل ولا تجيب موبايل جديد بامكانيات اعلى ولا اي حاجه. ويمكن لو حد جه يتكلم قصادك على القصه تقول ايه ده ايه العبط ده، اغير موبايل ليه انا اصلا مش محتاج. تاني مرحله بقى اسمها شراره الحب من اول نظره، اللي هو تبقى خارج بقى مع صحابك وتلاقي صديقك الغني راح مطلع التليفون الجميل ويلا يا جماعه ناخد الصوره المتينه. هتبص كده للصوره بعد ما الواد صورها وتبص لها باعجاب وكانها ورك فرخه مشوي على الفحم، وبعدها تفوق كده تقول ايه ده لا 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 لا، انا هروح اجيب موبايل وادفع فيه الكلام ده عشان اصور صوره. تالت مرحله اسمها ايه بقى؟ اعمل نفسك مش واخد بالك. تاني اسبوع بقى بعد الخروجه، بعد ما صاحبك رفع الصوره على جروب اخواتي اللي ما حدش بيرد عليه اصلا، وتبص للصوره بقى وهتقوم قايل والله الواحد محتاج يبقى معاه حاجه يقدر كده يصور بيها الصوره كده ويطلع صوره حلوه كده، بس يعني اكيد مش موبايل يعني 30,000، لا 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 يعمل هبل ده. رابع مرحله ما تجرجرنيش للرذيله وانا اصلا بموت فيها. تاني يوم بقى وانت رايح الشغل تلاقي بقى اليافطه الطويله العريضه مكتوب عليها بقى الموبايل وتقسيط 24 شهر بدون فوائد. تيجي تحسبها كده على الموبايل كده سريعا تلاقي ان انت ممكن تدفع لك حوالي 1250 جنيه في الشهر. تقوم قايل ايه ده؟ ايه العبط ده؟ هو في حد عاقل يروح يدفع 1250 جنيه في الهبل ده في الشهر؟ اتكل على الله واشتغل رقاصه يلا. خامس مرحله بقى اسمها ليه لا. تصحى بقى الويك اند اللي بعده وتنزل تفطر في مطعم اسمه بالانجليزي، وعايز بقى تصور الاكل بخاصيه البورتريه، بس يا عيني يا غلبان موبايلك مش بيصور بخاصيه البورتريه، فتقوم قايل لنفسك يا ليه لا، و1250 جنيه مش كتير هتقضى. سادس مرحله بقى انا اصلا محتاج،
وفي بعض الروايات احنا هنعيش كم مره، وهو انك تبقى قاعد بقى بالليل بقى بعد ما تروح اليوم ده قاعد بقى بتليست بقى كل الحاجات اللي مضايقاك في الموبايل اللي ما كانش مضايقك وانت اصلا ما كنتش محتاج تغيره، وتبدا تقعد تقول موبايل بطيء وانا اصلا بقيت شغال عليه وايميلات وميتنجز، وتبدا بقى تطلع لسته بكميه تبريرات رهيبه تخليك اصلا تصعب على نفسك وتصعب على الواحد وتصعب على الناس كلها. سابع مرحله بقى بعنوان ابو شيماء تيجي يا معلم بقى بعدها باسبوع تقوم رايح مطلع احلى كريدت كارد ورايح احلى محل ودافع احلى 30,000 جنيه ومقسط احلى 1250 جنيه في احلى 24 شهر. المرحله الثامنه والاخيره وهي الندم. بعد بقى ما شهر العسل يخلص وتبدا بقى دماغك تشتغل تاني بشكل منطقي، تبدا تقول ايه الهبل اللي انا عملته ده، وال 1250 جنيه في الشهر اللي انا دفعتهم دول ما كانش ليهم اي لازمه، وانا اصلا ما كنتش محتاج. طب كنت جبت 17 حتى بس من غير برو ماكس، طب كنت قطعت علاقتي حتى بصاحبي اللي كان معاه الموبايل ال 17 ده. انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ الو 300 الو يا جدع، هو مفيش دم مفيش دم. يعني عايز تقول لي ما نشتريش، ما نستمتعش، ما نعملش ابجريد؟ طب احنا طلعان عينينا ليه في الشغل والكلام ده ونجيب فلوس؟ طب نصرفها في ايه يعني لما مش هنعمل كده؟ يا عم اهدى وحد الله، انا ما قلتش كده والله بالعكس، بس لما تلاقي نفسك في حاجه احتياجها اتولد من اللا شيء وابتديت تعيش المراحل دي كلها واحده واحده بتفاصيلها، اعرف ان انت اصلا ما كنتش محتاج الحاجه دي من الاساس، وانك لو فعلا كنت محتاج الحاجه دي وكنت محتاج تعمل ابجريد كان زمانك عملته من زمان، وكان ساعتها هيبقى اول خطوه عندك انا اصلا محتاج، وبعدها تحط المواصفات اللي انت على اساسها عايز تختار الحاجه اللي انت عايز تشتريها، وهتكون النتيجه في الاخر انك هتشتري حاجه ما تندمش عليها. واصلا ممكن تكتشف بعد ما تقعد تفكر مع نفسك كده شويه ان في اكسسوار مثلا لو جبته ممكن يقضي لك الغرض وتطلع دافع 10% بس من اللي انت كنت هتدفعه. بس يا سيدي بعد ما سمعت رايي وعايز تلبس وتلبس الناس في الحي، شير ولايك وسبسكرايب.